محدش يتفرج على الماتشات النهارده عشان ده اللي هيحصل بالظبط يا اخوانا، وانا جاي احرق لكم كده على طول يا سيادنا. مبدئيا كده يا جماعه يعني نبدا بان الثلاث ماتشات هيتلعبوا في وقت واحد الساعه 8. نبدا باول ماتش معانا وهو في الصوره زي ما انت شايف سموحه امام الزمالك، والماتش بتاع سموحه مش بتاع الزمالك. يعني ايه؟ يعني الماتش هيتلعب في اسكندريه والماتش في سموحه، والماتش هيتلعب يعني هيكون قوي جدا جدا، وكل جماهير اسكندريه هتكون حاضره الماتش في الاستاد يا جماعه. فكده يعني من الاخر كده انا جاي احرق لكم الدنيا ان الماتش هيفضل لحد الدقيقه الاخيره والثانيه الاخيره 0-0. وانت عارف طبعا الهاني سليمان وبيضيع وقت ازاي، والماتش هيفضل 0-0 لحد ما سموحه هتخطف جون ويخلص الماتش 1-0 لسموحه. والحمد لله كده خلصنا من الماتش الاول. نيجي للماتش الثاني سيراميكا وبيراميدز، والماتش هيكون برضه بتاع سيراميكا يا جماعه. يعني كل لا مش كل المشجعين، ما عندهمش مشجعين. المشجع الوحيد لسيراميكا هيكون موجود يا جماعه في الاستاد، وهيكون بيتفرج على مباراه سيراميكا و بيراميدز. والماتش هيكون مبدئيا كده يا جماعه هيبدا الماتش عادي جدا جدا. يقوم مسجل الهدف الاول سيراميكا عن طريق كابتن عمرو السوليه بتسديده قويه جدا جدا، وهيحتفل زي ما انت شايف. نيجي بقى للهدف الثاني بعديه على طول هيسجله فخري لقاي برأسية قوية جدا جدا جدا، وكده يبقى 2-0. والحكم هيحسب ضربة جزاء لبيراميدز عشان تحاول ترجع. فانتوا عارفين طبعا محمد بسام وغلاسة محمد بسام هيصدها، والماتش هيخلص 2-0 لسيراميكا. نيجي بقى لثالث ماتش معانا وهو مباراة الاهلي وانبي. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هيبدأ بالتشكيل اللي انا هقوله لك ده. في حراسه المرمى هيرجع محمد الشناوي، امامه 2 مدافعين ياسين مرعي، جنبه هادي رياض، ما فيهمش تغيير نفس الماتش اللي فات. هيلعب باحمد رمضان بيكهام ناحيه اليمين، ناحيه الشمال المره دي هيلعب بمحمد شكري علشان يديله الفرصه. في نص الملعب هيلعب بمروان عطيه لوحده، امامه 2 هيلعب بامام عاشور مايل سنه على الشمال، مايل سنه على اليمين هيلعب بحسين الشحات. امامهم هيرجع تاني لمكانه احمد السيد زيزو على اليمين، ناحيه الشمال في ظل غياب محمود حسن تريزيجيه عن القايمه وانه مش هيلعب النهارده علشان مصاب. هيلعب بطاهر محمد طاهر في الجناح الشمال، امامه مهاجم صريح هيكون اشرف بن شرقي. وهو ده التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي امام انبي. وانا بقول لكم النهارده النادي الاهلي هيكسب انبي 2-3. وكده يبقى انا حرقت لكم الماتشات كلها. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه الكلام اللي انا قلته ده هيحصل والاهلي هياخد الدوري، ولا الكلام اللي انا قلته ده ابقى اتغطى كويس. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه. وتوقعاتك للثلاث ماتشات كل الناس تتوقع في الكومنتات الثلاث ماتشات كل ماتش هيخلص كام.